مين بقى يا حلوين لسه ما جربش يعمل الكنافه بالطريقه دي؟ عايزه اقول لكم ان دي اسهل واخف طريقه هتعملوا بيها الكنافه طول رمضان. هنحضر الشربات كوبايتين سكر عليهم كوبايتين ميه وعصره نص ليمونه ومعلقه فانيليا، وهنرفعهم على النار بالظبط 8 دقايق من وقت الغليان. احنا عايزين الشربات بتاعنا يكون تقيل وبارد. هنحتاج صينيه مقاس 30 وهنحتاج كمان كوبايتين، والكوبايتين دول لازم يكون فيهم حاجه تقيله، سكر بقى ملح رز، المهم يكون فيهم حاجه تقيله. هنجهز بقى الكنافه بتاعتنا، دول بالظبط كده كانوا كيلو من الكنافه، بس طبعا انا ما استخدمتش كل الكميه. وطبعا الكنافه بتاعتنا في الوصفه دي لازم تكون جايه صبحه خالص كده وطريه، بنقول عليها كنافه طرح. هنبدا بقى ان احنا ناخد قطعه قطعه من الكنافه ونبرمها بين ايدينا بالشكل ده. اهم حاجه انكم تضغطوها كويس وانتوا بتبرموها، لان واحنا بنحطها في الصينيه بتبدا تفك معانا كمان شويه. هنحتاج كوبايه وربع من السمنه. انا استخدمت 750 جرام من الكنافه، حطيت عليهم كوبايه وربع من السمنه ودخلتها فرن سخن في الرف اللي في النص بالظبط كده 25 دقيقه. وطبعا بنتابع التسويه بتاعتها وبنتابع اللون. بنخرجها من الفرن هي سخنه جدا، بننزل عليها بكل كميه الشربات وبنستنى 10 دقايق، وبعدين بنصفي كل الشربات الزياده اللي فيها وبعدين بنقطعها. اظن بقى يا جماعه مفيش اسهل من كده. عايزه اقول لكم بقى ان دي اخف واحلى واجمل كنافه هتعملوها طول رمضان. جربوها بقى بالطريقه بتاعتي ومتاكده هتعجبكم وهتعجب كل البيت. وكده خلاص خلصنا والفيديو بتاعنا خلص. يا رب يكون عجبكم واشوفكم على خير بقى في الفيديو اللي جاي.